كاين وصفات كي نحضروها ما ناكلوهاش برك، نرجعوا معاها للزمان لدار جداتنا اللمه والعائله. من بين هذه الوصفات الطمينه الجزائريه. كي نقولوا الطمينه يجي في بالنا المولد النبوي الشريف. هذه المناسبه عزيزه على قلوبنا، مناسبه اللي نفرحوا فيها بذكرى مولد خير الانام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو اول حاجه بتحميص السميد على نار هادئه، وهنا السر باش نتحصلوا على ذاك اللون الذهبي والجميل والريحه اللي تعمر الدار. لازم نقلبوه باستمرار حتى يتحمص مليح. من بعد نضيفوا له الزبده ونبسوها مليح مع السميد حتى تشرب كل حبه. نضيف العسل ونخلطه مليح حتى تتجمع الطمينه وتولي بالقوام اللي نحبوه. نفرشوها في الصحن ونزينوها بالقرفة والمكسرات ولا كيما تحبوا نتوما. وصدقوني اول ملعقه منها ترجعكم للزمان، زمان جداتنا، زمان اللمه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحفظوا الفيديو وتتبعوني لمزيد من الوصفات.